أداء هزيل، أداء سيء. مبروك للشعب الفلسطيني، يستاهل الفرحة أكثر من عندنا. يعني منتخبنا بالتصفيات هذه جدا سيء. شو سبب التراجع في الشوط الثاني؟ خروج أيمن حسين، خروج أيمن لا طلع بعدين. خروج أيمن حسين هذا أول شيء أثر علينا. يعني دقيقة 50 أنت متقدم 1-0 ترجع دفاع وضد فلسطين. مع احترامنا لمنتخب فلسطين والشعب الفلسطيني، بس منتخبهم يعني مو ذيك الإمكانيات الكبيرة عندهم. زين، فمبروك التأهل لكوريا والأردن، وهارد لك من الحين أقول لك إياها. كيف اداء المنتخب العراقي اليوم كان؟ والله اداء ممتاز، واللي سووا الشباب سووا اللي عليهم، واحنا نشكرهم على جهودهم هاي المبذوله على ارض الملعب، وان شاء الله القادم احسن. هل كان في تقصير من المدرب؟ لا، ماكو كل تقصير بالنسبه للكادر وبالنسبه للمدرب وبالنسبه للجمهور اللي حضر وآزر المنتخب. نتمنى لهم ان شاء الله موفقيه باللعبات الجايه، وان شاء الله عندنا فرص كثيره يعني امام كوريا، ان شاء الله احنا وياكم نصعد سوا. كيف اداء المنتخب العراقي اليوم؟ والله اداء كان بالبدايه كان كلش ممتاز، بس صراحه بالشوط الثاني لحد دقيقه 60 كنا احنا مسيطرين ومسجلين هدف، بس مع كل اسف المدرب يعني حقيقه خذلنا مع كل اسف. شو الاسباب برايك غير هيك؟ والله صراحه يتحمل هاي النتيجه هو المدرب. مبروك للفريق الفلسطيني، وان شاء الله العراق يعني ولو يعني صارت معطيات صارت صعبه، بس يعني ماكو شيء صعب يا رب العالمين.